السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بكم في فيديو جديد. تعالوا النهاردة نعمل بليلة. معايا هنا قمح او غلة. قمح بليلة بنجيبه من عند العطار عادي. هغسله، انقيه وهغسله كويس جدا، وبعد كده بنقعه في مية. يعني انا خليته يوم كامل وعملته تاني يوم. هنا بقى كنا تاني يوم. صفيت المية اللي فيه وحطيت له مية نظيفة، وهولع عليه بقى البوتاجاز يغلي. طبعا كل ما بننقعها في المية وقت اكتر بتستوي معانا اسرع. انا عندي الولاد بيحبوا البليله بالميه مش باللبن، يعني البليله كده بميتها. هنا بقى كانت بدات تغلي معايا. هسيبها بقى تغلي حوالي 10 دقايق، وبعدين هطفي عليها نص ساعه وارجع اولع عليها تاني. بصوا بقى، هنا كانت البليله استوت. كنا هنا بالليل والبليله خلاص كانت استوت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ميتها تقيله، تقلت منها فيها، ما حطيتش اي حاجه خالص. كل اللي زودته عليها كيس فانيليا. هبدأ بقى اغرف البليلة. انا بسيبها بميتها كده عشان الولاد بيحبوها بلبن من غير لبن. فاللي عايزها كده بياخد كده، واللي عايز بلبن بنزود له لبن. هنا انا هزود لبن. احلى حاجة بتدفي في الشتاء هي حمص الشام، البليلة دي. هقلبها بقى كويس كده، وكمان هزود لها رشة من جوز الهند. انا بحبها بجوز الهند جدا. هديها بقى رشة بسيطة كده من جوز الهند. زي ما انتوا شايفين كده. وبقى معانا احلى طبق بليلة سخن يدفينا في البرد ده. بصوا مستوية ومتفتحة خالص ازاي. مستوية جدا. إيه، لو عملتي كمية كبيرة وخايفة تبوظ منك او حاجة، ممكن تعبيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. وقت ما تحتاجيها بتطلعيها. وده بقى كان شكلها. بالهنا والشفا.